السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للمنتخب المصري. 6 بونت من منتخب ملاوي عشان يتساوى على صدارة المجموعة مع المنتخب الغيني. والنهاردة المنتخب أدى أداء أكثر من رائع بصراحة. وإن كان المنافس ضعيف شوية، بس في حاجة بس عايز أقولها لمستر فيتوريا. إن ده الطبيعي ان منتخب مصر يبقى في صدارة المجموعة. الطبيعي ان المنتخب المصري يصعد افريقيا. الطبيعي المنتخب المصري يحصد افريقيا، وان ما حصدش بنلعب نهائي. اكيد طبعا، اكيد الناس اللي حواليه مفهمينه الكلام ده. فاحنا بنلعب منتخب ملاوي، يعني احنا ملاوي، احنا خسرنا من اثيوبيا في في المجموعه دي. احنا خسرنا من اثيوبيا، احنا عندنا 9 بونت. كسبنا 3 مباريات وخسرنا مباراه من اثيوبيا، ولسه هنلاعب اثيوبيا وهنلاعب غينيا. فاحنا مستر فيتوريا، احنا جايبين حضرتك علشان نطور اداء المنتخب المصري. انما ملاوي، اثيوبيا، غينيا، الفرق دي بالنسبه لنا احنا من غير مدرب هنكسبهم. مش تقليل فيهم، بس الكرة اتطورت في الدول دي. بس احنا ده الطبيعي بتاعنا. احنا المنتخب الاكبر في افريقيا، احنا اكتر منتخب حاصد البطولة دي. فنتمنى التوفيق في اللي جاي ان شاء الله للمنتخب المصري. وانا قلت اطلع بالمناسبة، اطلع اهني المنتخب المصري عشان ما عملتش فيديو عن المباراة الاولى. قلت باذن الله المنتخب يكسب ويوصل 9 بونت ونطلع نتكلم عنه. فباذن الله اللي جاي احسن للمنتخب المصري. ومستر فيتوريا، احنا عايزين نطور المنتخب المصري اكتر من كده بكتير. السلام عليكم ورحمه